النهاردة بقى أنا جاية لكم بوصفة غير أي وصفة جربتوها قبل كده. الوصفة دي هايلة جدا يا بنات. أول حاجة معايا البنجر وبعد كده معايا الجيلاتين. هتقولوا لي البنجر، أقول لكم أيوة البنجر من الحاجات المفيدة جدا للبشرة، وهقول لكم دلوقتي إيه هي فوائدها. أول حاجة نتكلم على المقادير الأول. 3 معالق صغيرة جيلاتين، معايا 2 معلقة كبيرة عصير بنجر. طبعا الخليط ده انا هقلبه مع بعضه، وبعد كده هحاول ان انا اعمل له تسخين من 10 ل 15 ثانية، بحيث ان انا اتاكد ان الجيلاتين داب تماما. البنجر يا بنات فوائده رهيبه جدا، مهما اقول لكم فوائده قد ايه حلوه مش هتصدقوا الا لما تجربوا بنفسكم. اول حاجه تفتيح ونضاره. البنجر كمان غني بفيتامين سي، بيساعد على توحيد لون البشره وتقليل البهتان، بيقلل البهتان وبيديكي اشراقه طبيعيه. كمان بيرطب وبيحسن ملمس البشرة، وبيحتوي على ماء ومعادن. بيحتوي على ماء ومعادن بيخلي البشرة أنعم، أشد، مشدودة، أقل جفاف بعد الماسك. كمان مضاد للأكسدة وهايل جدا يا بنات. عايزة أقول لكم إن هو كمان في مادة كده اسمها بيتالين. اول حاجه هقلب بعد كده المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لكم ان هو في ماده اسمها بيتالين. دي صبغه بتبقى طبيعيه قويه، بيحارب علامات التعب، كمان بهتان البشره. اتاكد يا بنات ان الماسك كله دخل في بعضه ومفيش عندي اي تكتلات. اقلب كويس جدا لحد ما اتاكد ان مفيش اي تكتلات عندي. بعد كده بعمل له الماسك دوت برضو. البنجر بيعمل لي تحفيز للدورة الدموية، وبيحفز وصول الدم للجلد، وبيديني لون صحي، خدود موردة وطبيعية. كمان بيساعد على تجديد خلايا البشرة، وكمان مع التقشير الخفيف اللي بيعمله الجيلاتين اللي بيساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، وبيحسن ملمس البشرة. وليه اصلا انا استخدمت الجيلاتين، وليه النتيجة بتبقى احسن بالجيلاتين؟ لان الجيلاتين اصلا غني بالكولاجين وبيعمل شد مؤقت كده للمسام. ده الخليط اللي انا عايزه اوصل له بالظبط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بحيث ان انا افضل يعني اعرف اتحكم في الماسك بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم كده، انا هفرده على بشرة ايدي هنا. بس شوفوا ايدي قبل وبعد. الايد الشمال دي قبل بعد ما استخدمت المنتج، اما ايدي اليمين قبل ما استخدم الماسك بتاعي. الماسك بتاعي هيغير بشرتي تماما من زي ما انتم شايفين كده، من الاتجاه ده للاتجاه ده. دلوقتي انا هفرد الماسك، وزي ما احنا متفقين ان قبل اي استخدام اي ماسك لازم تكون بشرتي نظيفة، وبعملها بغسلها بالغسول بتاعي المخصص للبشرة، وبفرد الماسك بكل سهولة على ايدي. ودلوقتي هوريكم النتيجة. رائعة يا بنات، رائعة بجد. وزي ما قلت لكم كمان ان الجيلاتين غني بالكولاجين وبيعمل على شد البشرة. كمان بيثبت لي المكونات اللي انا عايزاها، وبيأكد لي على الغذاء اللي انا عايزة اخده من البنجر. يعني البنجر بيديني نضارة زائد شد زائد لون صحي. وطبعا انا ممكن استخدمه مرة واحدة في الاسبوع، ولازم بعد ما استخدم مرطب بعدها. طيب دلوقتي شايفين الفرق يا بنات اهو. قبل ما اغسل ايدي بوريكم لتاني مرة اني بعد ما حطيت الماسك، ما تتخضوش من لونه، بس هو بصراحة هايل كده. بعد ما غسلت ايدي والمية لسه عليها، هي ما مسحتش ايدي عشان ما تقولوش ان انا مثلا حاطة مرطب، او ان انا ده مش الماسك اللي عامله تماما. انتوا هتجربوه بنفسكم وهتحكموا، والتجربة خير دليل. دي ايدي وهي عليها الميه اهو، حتى ما نشفتهاش عشان تصدقوا. وبعد كده هستخدم الطريقه التانية اللي هقول لكم عليها، وهي طريقه برضو انا بحبها كتير. شايفين ده اسمه تشيك ماسك، طبعا كلنا عارفينه، بيتباع في عند مستحضرات التجميل وسعره على قد الايد. دلوقتي انا هستخدمه. انا ليه بعمل الطريقه التانية دي؟ الطريقه التانية دي يا بنات بديل الجهاز اللي هو بيعمل الماسكات الطبيعيه بالعصاير الفريش او الحاجات الفريش اللي انا مستخدماها، ده البديل بتاعه. دلوقتي انا فردت الماسك بتاعي في الطبق كده بكل سهولة. انا عايزة طبق بحيث ان انا لسه هدخله التلاجة ويتماسك معايا. طبعا الجيلاتين هيساعده على التماسك فورا، وكمان عشان الجو ساقعة، بس انا برضو حابة ان انا ادخله التلاجة لو ثانيتين كده او دقيقتين. دلوقتي انا فردت الماسك بتاعي على التشيك ماسك، وبصوا هتنبهروا من النتيجة، بجد هتنبهروا من النتيجة. انا بحاول ان انا اتأكد اني مفيش عندي اي سائل تاني، بحيث ان انا افرد الماسك بتاعي كله.
وبعد كده ده نتيجته، وهدخله التلاجة زي ما قلت لكم علشان يبتدي يمسك شوية. وانا عايزاه كمان يبقى في نسبة زي ما يكون ساقع سنة كده، بحيث ان انا ادي لبشرتي برضو ايه تحفيز كده. عايزة اقول لكم ان هو رهيب في ان هو بينشط لي الدورة الدموية، وبيخلي شكل خدودي كده مورد طبيعي جميل. ولا تقولي لي بقى تنت ولا بلاشر ولا اي حاجة، هو هيديكي رونق لبشرتك رهيب رهيب يا بنات. دلوقتي انا هوريكم بعد ما مسك وحطيته في التلاجة وشكله عامل ازاي. هفتح الماسك كده وهوريكم هو شكله عامل ازاي، وهو قد ايه تحفة يا بنات، تحفة بجد. انا كده بقرب لكم الكاميرا بس شوية بحيث ان انتوا تتأكدوا ان الخليط كله تجانس مع بعضه. ده شكله كده، بصوا عامل زي الجيلي، ده جيلي، ده جيلي يتاكل مش ماسك خالص. انا عايزاه بالقوام ده، وعايزاه يبقى بالشكل النهائي ده، اكنه حاجة طرية وقطعة واحدة. انا عايزة الماسك بتاعي يبقى قطعة واحدة، بحيث ان انا احطه على بشرتي واشيله قطعة واحدة تماما، مفيش فيه اي قلق ان هو مثلا ممكن يقع. لا مش هيقع تماما، زي ما قلت لكم ان الجيلاتين هيمسكه. كمان انا عايزاه قطعة واحدة كده عاملة زي الجيلي، ودي النتيجة فعلا اللي الجهاز ده بيعملها. هوريكم صورته دلوقتي. هو دي الجهاز اللي انا بكلمكم عليه يا بنات، وبيطلع لي الماسك قطعة واحدة. ده بعد ما فردته على بشرتي، وانا بوريكم بحاول اتكلم وانا لابسة الماسك، ما تتخضوش من شكلي. بحاول اكلمكم وانا ماسكه الماسك، بس انا مش عارفه اتكلم. الماسك برضو يعني ايه، مش عايزه مش عارفه اتكلم خالص وانا لابسه الماسك. بس حبيت اقول لكم ان هو تحفه جدا، وحاسه مش عايزه اقول لكم احساسي، انتوا هتجربوا بنفسكم وتحكموا. تحفه، لازم تجربوه. باي باي.